السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بالوصفه تاع لي طرونش باتيسري ولا باتيسري سنيوه. خاصه يعتمدوها هاد الوصفه اصحاب المشاريع وصحاب المشاريع الصغيره واللي يتعاملوا مع القهاوي. كما تقدروا ايضا تقدموها لافراد الاسره تاعكم، خاصه كي تكونوا متجمعين هكذا في الصيف في عائله كبيره، يعني تكونوا في بزاف تخرج كميه كبيره. خرجت لي لهنا 30 طرونش بلا هادوك ريوف، يعني تقدر تخرج لكم حتى 34 حبه. وصفه سهله اقتصاديه غير مكلفه بزاف، ناجحه، تجي مشربه بزاف بنينه. تابعوا معي المقادير وطريقه التحضير. اذا في الاول راح نحتاج الى 3 حبات تاع البيض. انا لهنا البيض تاعي حجم تاعو صغير، اذا كان عندك البيض حجم تاعو كبير ديري 2 حبات من البيض. هنا درت البيض تاعي في ريسيبيون، راح نزيد عليها رشه من الملح، وراح نزيد عليه كاس من السكر. هذا الكاس يرفد 200 غرام تاع السكر، يعني 200 غرام تاع السكر. راح نخلطه بالباتور حتى يبيض الخليط ويتضاعف الحجم تاعو. واذا ما عندكش الباتور خلطيه غير بالفوي، خلطيه تري بيان حتى يبيض ويولي بهذا الشكل. فوالا دوكا راح نزيد عليه نص كاس من الزيت النباتي، نفس الكاس اللي قسنا به السكر نقيسو به كل المكونات. راح نخلطو شويه باه يدخل لي هذاك الزيت في الخليط ونكمل باقي المكونات. فوالا هنا راح نزيد كاس من الماء يكون ساخن جدا، الماء يكون يغلي. راح نزيد كاس من الماء، راح نخلطو. بعد ما زدتو راح نخلط هكذا شويه حتى يتجانس يدخل لي في هذاك الخليط. راح نبدا نزيد عليه الفارينه، راح نديرو 2.5 كيسان تاع الفارينه لازم نغربلوها باش ما ديرلناش هذوك التكتلات في الخليط تاع البسكوي نتاعنا. اذا درت الكاس الاول غربلته، هذا الكاس الثاني وراح نزيد عليه 2 باكيات تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام للوحده، يعني راح نديرو 20 غرام تاع خميره كيميائيه. خاطر كاين اللي يشريو خميره كيميائيه يشريو باكي كبير، من بعد هذاك الباكي كبير كاين اللي فيه 50 غرام، كاين اللي فيه 100 غرام. سي بور سا ديرو 20 غرام. وزدت لهنا لافاني، تقدروا تزيدوا ديروا لافاني ليكيد، انا درت لافاني اون بودر. وهذا نص كاس تاع الفرينه المتبقي، يعني درنا 2.5 كيسان فرينه، 2 باكيات خميره ولافاني. حنغربل الكل مع بعض. فوالا وراح نكمل نخلط كلش بالباتور. في الاول راح نخلطو على سرعه بطيئه، يعني سرعه قليله، ومن بعد راح نزيد في السرعه باه ما تطليش هذيك الفرينه بارتو. وهنا بعد ما اختلط لي كامل الخليط نتاعي راح نحبس الخلط، وراح نزيد عليه ملعقه كبيره من الخل الابيض. يعني ضروري ان نديرو الخل الابيض، ومن المستحسن الخل نتاعكم ما يكونش فيه نكهات، يعني ماشي هذاك الخل اللي فيه نكهات. فوالا بعد ما زدت هذيك الملعقه راح نكمل الخلط حتى يدخل لي هذاك الخل في الخليط، ونحبس الخلط. هنا خلاص الخليط نتاعي راهو واجد. راح نهبط الاطراف، نهبطهم هكذا ونخلط الخليط نتاعي شويه من التحت للفوق، باه وإذا تكون شويه فرينه هابطه لتحت نخلطها. هنا جبت سنيوه المقاس نتاعها 30 على 40، فرغت كامل الخليط نتاعي فيها وحاولت نسقمو هكا كيما راكم تشوفوا. دخلتها الفور درجة حرارة تاعو 180 مسخن مسبقا. حاولت نخبطها شوية باش نخرج لها هذاك الهواء. دخلت لها كي طابت من التحت شعلت لها من الفوق تحمار. من بعد سقيتها كيما راكم تشوفوا بالكاس الاول تاع الحليب، وزدت نص كاس كملت به الجزء المتبقي. اللي يحبها تكون مشربه بزاف يزيد لها. فوالا خليتها تشرب على جهه ورحت نخدم الكريمه تاعي.
للكريمه احتجت لهنا كاس ونص تاع لا بودغ تاع لا شونتي. تقدروا تشروها بالميزان، شرو قيس 10000 تكفيكم. وزدت عليها كاس تاع الحليب باش تجي بنينه. اللي ما حبش يستخدم الحليب يقدر يستخدم كاس من الماء، عفوا كاس من الماء يكون بارد جدا. هكذا وطلعتها بالباتور كما راكم تشوفوا. اذا قعدت نطلع فيها بالباتور حتى ولات هكذا وشدت روحها. فوالا شوفوا كيفاش ولات. انا ما نحبهاش تكون خفيفه بزاف. زدت لها لهنا شويه لاغوم تاع لافاني. نتوما تقدروا ديروا لاغوم اللي تحبوا، تقدروا ديروا لاغوم فريز، لاغوم بانان، واش تحبوا ديروه. انا درت لهنا اغوم فاني. فوالا زدت خلطته شويه من بعد حبست. دونك هاي ليك الكريمه تاعي اللي راح نديرها كطبقه ثانيه. شوفوا القوام تاعها كيفاش جا. من بعد جبت الكيك نتاعي درت فيه هذيك الكريمه كطبقه ثانيه. حاولت نيطاليها كامل هكذا كما راكم تشوفوا، وزعتها بطريقه متساويه. ليسيت الوجه هكذا باش تجيني يعني خدمه متقونه. من بعد كطبقه اخيره انا لهنا درت هذا ديكو فروي، يتباع في المحلات وما راهوش غالي، بواطات دير نورمالمون بواطات دير هكاك 30000 35000. وكاين هذاك سوبر كريم. انا فضلت ندير لهنا هذا ديكو فروي. انا درت هنا فريز، نتوما تقدروا ديروا اللي تحبوا، كاين يعني اذواق. كاين تاع الكيوي، كاين تاع لي سوريس، كاين فريز، كاين بانان، كاين سيترون. انا لهنا درت فريز. وكان عندي هذاك سوبر كريم تاع لي سوريس، بصح ما كانش عندي كميه تكفيني، يعني كان بقى لي كميه قليله. درتو هكذا من الفوق كطبقه ثالثه. ايطاليتو بيان يعني سقمتو ليسيتو بيان. من بعد قطعت الباتيسري تاعي كيما راكم تشوفوا. انا لهنا خرج لي 30 حبه، وخرج لي هادوك لي شوت خرج لي 4 صغار. دونك انا لهنا غلطت شويه كي قطعتهم، كون قطعتهم كيف سوا كون خرجوا لي 34 حبه يعني بالطبع. من بعد زيتهم بشويه تاع لا شونتيي وحبات تاع لي سوريز هكذا من الفوق، وشويه تاع لا في دور هكذا من الفوق كيما راكم تشوفوا. لهنا قسمت معاكم حبه باه تشوفوها كيفاش جات. يعني على بالكم اللي يجوا في الطرف دائما كي نحوهم يجوا معوجين، ماشي كيما اللي نحو في الوسط. فوالا لهنا نحيت لكم حبه الاولى مسنيوه باه تشوفوها كيفاش جات. ما شاء الله جات مشربه بزاف وبزاف بنينه. ولا ما يحبش هذا الديكو فخوي اللي يتباع في المحلات يقدر يخدمه في الدار. بالنسبه لطريقه صنع هذا الديكو فخوي راح نديرو شويه تاع الماء، حوالي كاس تاع الماء. راح نزيدو عليه 2 مغارف تاع النشا، 2 مغارف من السكر، ونزيدو له لاغوم اللي نحبو. واذا حبيتو تزيدو له ملعقه تاع الفلون لاغوم اللي تحبوها. فوالا ونخلطوهم الكل مع بعض وراح نخرجوا ديكو فروي صنع منزلي. فوالا نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. هاوليك زدت قسمت لكم حبه من المنتصف باش تشوفوها كيفاش تجي شابه، يعني تجي شابه وهذوك طبقات كامل يبانوا. اللي يحب طبقه تاع الكريمه تجي اكثر من هذه، يعني السمك تاعها اكثر من هذه، يحبها خشينه يقدر يزيد الكريمه، يعني يدير 2 كيسان تاع لا بودغ تاع لا شونتيي. وفي الاخير واش نقول لكم، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء نتاعكم وتخليوا لي جيم باه تكبر العائله نتاعنا. واللي اول مره يشوف القناه نتاعي ما عليه الا يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله في وصفات جديده. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.